هنعمل النهارده بيكاتا بالفراخ، مش تقليديه غير البيكاتا اللي باللحمه اللي الناس متعوده عليها. دي موفره اكتر، طعمها حلو قوي، والاهم من ده كله ان هي ما بتاخدش وقت خالص. شايفين البيكاتا؟ روعه روعه روعه. بصوا، اول خطوه معانا في البيكاتا بنزل بمعلقه كبيره زبده ومعلقه كبيره زيت. الزبده عشان الطعم وعشان الزبده ما تتحرقش، وانزل بشرايح الفراخ كده. مهم قوي في البيكاتا تكون شرايح الفراخ معايا عريضه كده. اتاكد بس ان الصينيه اللي انا بنزل فيها تكون سخنه كويس، عشان انا عايزه انزل بالفراخ تتصدم، يعني مش عايزاها لو الصينيه مش سخنه قوي الفراخ هتنزل ميه. انا مش عايزه كده، انا عايزاها يحصل لها تشوك كده، صدمه، العصاره بتاعتها والسوائل تحتفظ جواها وما تنزلش ميه خالص. ارش عليها كده رشه ملح ورشه فلفل. نبتدي نقلبها بقى كده على الوش التاني، نحط عليها رشه ملح وفلفل برده من الناحيه التانيه اللي قلبناها. نشيل بقى الفراخ معانا كده. انزل بقى كده بمعلقه كبيره زبده في نفس الصينيه مطرح طعم وبواقي الفراخ دي كده، وانزل ببصلايه وسط مبشوره ناعم جدا. واول ما البصل يبتدي ياخد لون كده انزل بفصين توم مفرومين. خلاص كده انا مش عايزه البصله تغير لون ولا حاجه عشان البيكاتا بتاعتي تبقى فاتحه. انزل عليها بقى على طول بالمشروم. احط بقى دلوقتي معلقتين كبار مليانين دقيق. شايفين؟ اقلب كده لحد الدقيق ما يختفي خالص معايا، لان الدقيق ده هو اللي هيدي البيكاتا بتاعتي قوام كده، قوام حلو. اول الدقيق ما يغير لون معايا كده بنزل عليه بكوبايه ميه، وبضيف برضو مكعب مرق بيعزز الطعم قوي. احط برضو رشه ملح وفلفل على الصوص بعد ما تقل معايا كده شويه، ريحه الصوص تجنن. وفي الاخر خالص بعد الصوص ما يتقل وياخد معايا قوام كده بضيف كوبايتين كريمه لباني. نرجع بقى الفراخ كده ونخليها تاخد غلوه مع الصوص. هي ما بتاخدش وقت كتير خالص على النار. شايفين الصوص خد قوام معايا كده؟ نطفي عليها بقى النار على طول. نغرف بقى البيكاتا. نزينها بقى في الاخر كده برشه بقدونس. خلاص كده البيكاتا خلصت معانا وده شكلها. شايفين البيكاتا؟ روعه روعه روعه.